في صوت تسمعونه يا التعليقات؟ يا شباب اللي في التعليقات، اللي في القست، ولد العاصمة زكريا، تسمعونني أنا وتسمعوا يا شاهين ولا؟ نسمعك. تفضل يا شاهين، تفضل يا شاهين، أكمل. يسمعوننا، تفضل. ردا على الجزائري الذي قال أن نحن في الجزائر ننظر إلى ليبيا أنهم هم بدو أو رعاة إبل. هل رأيت يا أخي أسعد الحمار يصاحب الحصان العربي الأصيل؟ هل رأيت الحصان انتبه العربي يا شاهين، الأصيل انتبه، لا صاحب تجرح الحمار؟ لا تجرح الإخوة الجزائريين اللي موجودين عندي في القست. يعني نعم. رد لكن دون أن لا إسقاطه. هو ليس بشتم أو بإهانة. هو قال نحن لك إذا بدوي، كنا هو قال لك نعم. بدوي، أنت قل له إيش في البدوي. لا والله يا أسعد كمية الفخر عندما يذكروننا بالبدو، ونحن في كليبيين، نحن كنحكي كدولة ليبية، نحن أكثر دولة في أفريقيا لديها العرق العربي ونسبة قليلة من الأمازيغ. نحن عرق عربي أصيل من بني هلال وبني سليم. لا، قد يكون البدوي امازيغي او عربي، ما له علاقه بالاثنيات والعرقيات. لا اخ سعد، نحن في ليبيا الامازيغ في مكان لوحدهم، العرب في مكان لوحدهم، والطوارق والتبو في مكان لوحدهم. ونحن عندنا امثله في ليبيا نقول مثلا: من لا يعرف جده يبين يده، لكي نحن نبين اصله من اين ولاين ينتسب. يعني هذا شيء سيء. يعني عندكم فصل عنصري ولا كيف؟ لا، ليس شيء سيء. هذا القاموس استخدمناه عندما كان الاحتلال الايطالي موجود في ليبيا، لكي نفرق ما بين النسل الايطالي والنسل الليبي، لكي نفرق ما بين العربي الاصيل والخائن. هذا استعملناه كقاموس، ولو استخدمه الجزائري لكانوا خائنين كلهم ايام الثوره، لكن لم نجد خونه في الثوره الليبيه قديما. ثاني شيء انا ما قلت لك ان نحن عرب اصيلين. نحن الحصان العربي الاصيل، ليسوا بحمار تقليدي. نحن الاصيل لا يتعايش مع التقليدي اخ سعد، هذه حقيقه. نحن من قال عنا عمر بن الخطاب: والله لولا أن مالي وأهلي بأرض رسول الله لما وجدت أطيب وخير من برقة لأمكث فيها. لأن عندما أتى عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب إلى برقة وجدوا فيها إلا الخير، وهذا هو الإقليم الشرقي في ليبيا. نحن ذات فصاحة، أصحاب ألسنة عربية، نتكلم العربي. عندما دخل الغزو الإيطالي إلى ليبيا، نحن من أخرجناهم يتكلمون الليبية، ولم يضعوا فينا الكلام الإيطالي مثل ما وضعوه في الجزائريين. نحن العرب نستغل حتى الاحتلال أن نأخذ منه شيئا نفتخر به أمام أنظار العالم. سأعطيك نبذة. الاحتلال العثماني إلى الجزائر 1516، والاحتلال العثماني إلى ليبيا 1558. خضنا معركة نحن كليبيين مع العثمانيين ضد الإمبريالية الأمريكية، وهي كانت أول حرب تخوضها أمريكا خارج سواحلها، وخسرت أمريكا في حربها أمام الليبيين. ولحد الآن توجد آثار سفينة فيلادلفيا في السرايا الحمراء في ليبيا. هزمنا أمريكا وهذه حسبت إلى الليبيين، ولحد الآن النشيد البحري الأمريكي يقول أن نحن هزمنا على السواحل الليبية أمام سواحل طرابلس. لماذا لم يستغله الجزائريون هذا الموقف؟ ثانيا، نحن لم نستنجد بالعثمانيين، بل استنجد به الجزائريون من الاحتلال الأسباني الذي كان موجودا في الجزائر، واستنجدوا بالعثمانيين. نحن لم نستنجد بالعثماني، لكن مصطفى أتاتورك أتى بنفسه إلى ليبيا لكي يجاهد مع الليبيين ضد الطليان. نحن لم نطلب منه، ولكن أتى إلى ليبيا. نحن بدو لأن لدينا زيا خاصة بنا، الزي الليبي الذي يرتدي عمر المختار. كلهم من يعرفون عمر المختار. هذا الزي الذي يرتدي عمر المختار عمره 2000 عاما، كان يستخدمه الأغريق وصرخوه كذلك من التراث الليبي القديم. نحن كليبيين كل العلماء الأمة مدحوا الليبيين: صالح الحيدان، صالح الفوزان، ابن عتيمين، ابن باز. والحمد لله كانت لدينا خطة لحملة كتاب الله وهي مليون حافظ. اليوم أصبحنا 2 مليون حافظ أخ أسعد. نفس الأسماء هذه مدحت الجزائر وتصفهم بالثوار وبلد المليون ونصف شهيد. يعني وش القضية؟ الحيدان. لا، هذه حق. لا، نحن نطبق هذا على أرض الواقع. نحن لا نطبقه يعني نحن الدين مبني عندنا بطريقة صحيحة. نحن ليس الدين لدينا مثل ما الدين في الجزائر، لأن الدين في الجزائر هو من يشتم، هو من يسب، هو من يطعن في عرض الرسول، هو من يطعن في الناس، هو من يدخل المذهب الشيعي. أنا سؤالي فقط بس. نعم، لحظة، وين راح ولد العاصمة يا شباب؟ نزل ولا سقط ولا إيش حصل له؟ ولد العاصمة كيف نزلت؟ رجع خلني ارجع ولد العاصمه، لانه مكانه بعدك مباشره. ما ادري كيف سقط والله.
والله اوكي، تقدر تتاكدون طبعا اخ اسعد من المجمع العالمي لاهل البيت ان هناك اكثر من نصف مليون شيعي في الجزائر، وهذا المجمع العالمي يعني يحصي اعداد الشيعة في بلدان العالم، وحصل الاعداد الموجوده في الجزائر وتبين ان هناك نصف مليون شيعي في الاراضي الجزائريه، والحمد لله هذا شيء باين امام انظار الجميع. انا لما يطلع الجزائري يقول لي احنا ما عندناش معاكم مشاكل، انت كاذب، نحن لدينا معكم مشاكل سياسيه. وحتى في عهد القذافي العلاقات الليبيه الجزائريه كانت بارده جدا ولم تكن فيها اي ارتباط اجتماعي او ارتباط سياسي، وكانت على مر السنوات الحدود مغلقه احيانا لمده 5 سنوات وتفتح الى مده سنه وتغلق مره اخرى. حتى الان 15 سنه الحدود الليبيه الجزائريه مغلقه، لكن نحن الحمد لله اجدادنا لم يرتدوها اوسمه الخيانه مثل ما فعل جدكم الامير عبد القادر. كلهم يعرفون عبد القادر وكلهم يعرفون الامير عبد القادر. خليني استقل ما تبقى هذا طبعا ردا على كلمه البدو. خلاص اسمع بس قبل ما تخرج انت من مساله البدو، انت قلت حاجه مش مفهومه حقيقه وتعتبر سلبيه، نعتبرها سلبيه، انك تقول العرب لوحدهم والامازيغ لوحدهم والطوارق لوحدهم، يعني كانه ما فيش تعايش عندكم في ليبيا لدرجه انه تفصلوا بعض عن بعض ولا ايش الغرض؟ الامازيغ لا يتزوجون من العرب في ليبيا يا اخ سعد. كيف؟ ونحن لا نتزوج، لا الامازيغ في ليبيا لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. هذا عنصريه اذا يا اخي، انتم عندكم عنصريه. لا ليست عنصريه، لا ليست عنصريه، هم قالوا نحن نريد نسلنا ان يكون خاليا من العرب، ونحن قلنا العرب إن نريد ان نكون نسلا خاليا من الامازيغ. هذه ليست عنصريه، هناك امازيغ مستعربين نتزوج منهم في ليبيا، لكن الامازيغ في جهه لوحدهم والعرب في جهه لوحدهم في ليبيا، هذا شيء معروف عند كل الليبيين. والله العظيم والله يعني ليست اول عنصريه. انا اول مره لكي افهم هذا لك حاجه اخ اسعد، لكي يصحح لك حاجه اخ اسعد، نحن في ليبيا لا نقول عربي او نقول امازيغي او طارق او من طوارق او من تبو، يكفيني ان نقول انا من ليبيا، انا ليبي، انت ابن بلد. نعم انا حاليا مستعد نطلع لك 1000 شخص من الامازيغ الليبيين ويتكلموا معي بكل رحب وسعه، ما فيش بيننا عنصريه، بس فقط التزاوج ما فيش بيننا، يعني هم يعني لحالهم ونحن لحالنا، بس يعني نظام تراضيتم عليه كلكم راضين به يعني. نعم لا نعم نحن يعني راضيين بشفافيه تامه ان نحن لن نتزوج منهم، هم لا يتزوجون منا، فقط بناء ترابط اجتماعي، ندافع على بلدنا، ندافع على كرامتنا، نجاهد مع بعضنا. وكانوا الامازيغ الليبيين يجاهدون مع عمر المختار، لكن كمشكله زواج نحن لا نتزوج من بعضنا، يعني هذا شيء هذا ربما يؤكد كلام الاخ انه في البدو يمكن هذا مفهوم بدوي. نعم لأن نحن بدو كثيرين جدا في ليبيا اخ اسعد، الحمد لله ان اثبتنا هذا الشيء على جداره. البدو الليبيين حاربوا ضد الطليان لمده 20 سنه لم يهنوا، وكانت نحن اصلا من خلقنا الثوره الشعبيه في افريقيا وفي العرب، نحن من قدناها اخ اسعد. انا اريدك اسمح لي اذا سمحت نعم. لي ان تكون انت والبوم الليبي ضيفين عندي وبقيه الليبيين كل لايف ليبي نفهم هذا التركيبه الداخليه لكم، لانه بصراحه ساقول اخر شيء اخ اسعد رد على الجزائري هذا والجزائريين بصفه عامه او النظام الجزائري، اقول له ساترك وصلكم عزا وشرفا لخست سائر الشركاء فيه، اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الاسود ماء وردي فيه إذا كان الكلاب يلغن فيه. وشكرا عزكم الله. شكرا لك يا أخي، وأنت تمثل نفسك هنا لا يمثل المنصة هذا الكلام. ولد العاصمة تفضل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك وللجميع الحاضرين في المنصة. أين ذهب كينغ جوستاف؟ أنا فضيت مكان، أنا اللي نزلته، أخذت المكان عشان أطلع أبو يزيد وبعدين أطلع هشام. هو بيسمعك ويسمعك. نعم، لأن عدد الكذبات التي قالها ربما فاقت عدد الشهداء الجزائريين في ما يسمى بالتحرير. قال لك ليس لنا مشاكل مع دول. المالي تتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية، النيجر تتهم الجزائر بالمتاجرة بالمهاجرين والتدخل في الشأن الداخلي. ليبيا والصراع بين القائد حفتر والجزائر معروف جدا. الجزائر لديها مشاكل مع المغرب، والجزائر لديها مشاكل مع إسبانيا وسحبت السفير، مع فرنسا وسحبت السفير.
لديها مشاكل الآن مع إيطاليا، لديها مشاكل مع الإمارات منذ يعني أزمة ليبيا وأزمة البريكس، لأن الإمارات وقفت في يعني طريق انضمام الجزائر للبريكس. لديها أزمة مع السعودية بعد أن سربوا أخبار مرض الأمير بن الملك فهد. سلمان. لا الملك ولي العهد بن سلمان، حينما سربوه. سربوا خبر أنه لن يلتقي بتبون لأنه مريض، وبعد يومين رأيناه في الهند، يعني لم يكن يريد أن يلتقي به أصلا، ليس مسألة مرض. لديها مشاكل مع أمريكا، لديها مشاكل مع فرنسا. يعني ماذا بقي لك يا جزائر؟ لديها مشاكل حتى مع مصر، لأن هذه الدولة عرضت على إثيوبيا يعني استخراج طاقة من نهر من سد نهضة، وهذا كان أثار غضب مصر، في حين حاولوا المتاجرة بزيارة قائد الأركان الجيوش الإثيوبية للمغرب، في حين أن بعدها بيومين زارت وزيرة الدفاع لإثيوبيا الإمارات ولم يتكلموا بكلمة. كل الزوبعة التي أقاموها على المغرب لم يستطيعوا الكلام على الإمارات. على العموم هو يكذب، وكينغستر لا يختلف علامه. هذه الوجوه البائسة كلهم منافقون. لو سمحت يا أخي، كلهم هذولا أنا كان أبغيهم بزاف يا أخي، لو سمحت لا تغلط فيهم. هذا شأنك أنت، لأن تحبهم، لأن ما يا هؤلاء أخي لا تسيء إليهم ينحون عندي لك السروال كما يقول الآخرون ولا يهددونك لا إلى غير ذلك. هذولا مؤدبين للأمانة، ولا تسيء إليهم عندي رجاء. أنا ما أسأت إليهم، أنا فقط هذا توصيف. أنت قد أفكارهم فقط، خلي أشخاصهم. يا أخي هل سئمت مني؟ هل يعني الزبائن أصبحت تفر منك بسببي أم ماذا؟ أنت خايف تبقى هنا مع المغاربة والليبيين والتونسيين، تخاف من هروب الجزائريين؟ لا يا أخي انتقد أفكارهم، دعك منهم مساكين، خليك منهم، خليك من شخوصهم. شوف أنا لا أتكلم عن شخصه باسمه ورسمه، أنا أتكلم عن حساب يدعي حب المغاربة ويدعي أننا أخوة وأننا كذا وأننا كذا. هذا كينغستر يكذب، قال لك كان الصراع بين النظامين. طيب ألم يخرج نظامك ليثبت الشعب المغربي وسماه بمملكة الرذيلة؟ إذا الخلاف لم يعد مع النظام المغربي بل أصبح مع الشعب المغربي. هذا إن زعمنا أن أصلنا الخلاف مع النظام، ونحن قلناها مرارا وتكرارا. كل هؤلاء المنافقون الذين يدعون حب الشعب المغربي، المية تكذب الغطاس. هذه طريقة من طرق مخابرات الجزائرية في محاولة لتفريق صفوف المغاربة، بحيث البعض منهم يأتي بالسب والطعن في أعراض المغربيات والتونسيات والليبيات، هذا يطعن في عرض الجميع. والبعض الآخر يأتيك بالخطاب الديني مثل منير، والآخر يأتيك بخطاب الليونة والحب، هذه خلاف أنظمة وما دخل نحن الشعوب. هذه كلها من طرق المخابرات الجزائرية في محاولة تفريق الصف المغربي، حتى يأتي أخي مغربي يقول لي انظر هذا لا يسب، هذا إنسان مسلم يتكلم بالإسلام، وهذا إنسان يبدي حبه للمغاربة، لا تقسو عليه ولا تكلمه بطريقة عنيفة. لكن لا فرق بينهم، كلهم مجمعون على الوقوف مع نظامهم في عدائه للمغرب. وأنا أتحداك يا أسعد أن يتبرؤوا من أفعال هذا النظام. لم يتبرأ أحد منهم. لم ولن. هذا الذي كان يدعي دائما أن زوجته مغربية، يوم سألناه قلنا له أن زوجتك تنتمي إلى مملكة الرذيلة، هل تقبل هذا على زوجتك؟ لم يتبرأ من وكالته الأعلام الرسمية. إذن هذا هو النفاق بعينه. أنا من يدعي حبي لا بد أن يبرهن على ذلك. أما الادعاء فكل يدعي وصل بليلى. هو كان صادق في مسألة أن العداء، ماسينيسا كان صادقا بأن العداء المغربي الجزائري هو عداء شعوب وأنظمة، ليس فقط عداء أنظمة. هو صادق، لكن الذي هو غير صادق فيه أن المغاربة ما يقومون به هو ردة فعل. المغاربة عشرات السنين هم ساكتون وصابرون، يتحملون وينادون بخطاب الأخوة ويمدون اليد لإخوانهم. لكن لما بدا بأن القوم كلهم على دين قيادتهم، وأن عداءهم للمغرب منقطع النظير، وأن ليست حالة فردية أو ليست عارضة، بل أنه شعب يتربع على الحقد وعلى الكراهية تجاه المغرب، الشعب المغربي استفاق
ويعلم جيدا. طيب ولد العاصمة، في سؤال أنا نعم. يراودني، أنت أحسن واحد سيرد عليه. يعني أحيانا يأتيك جزائري يعني لا يتبنى أي موقف من الصحراء، يعني هو ليس في قلبه حقد عليك ويحب المغرب والمغارب وما عنده أي مشكلة، بس عنده يعني متحفظ في موضوع الصحراء، يقول لك يا أخي أنا لا غربية ولا مغربية. ما رأيكم أنتم كمغاربة أن يكون عندكم شوية هامش تقبلوهم يا أخي، تقبلوه وهو مثلا ليس له رأي، المهم أنه لا يقول أنها بوليزاريو، لا يقول لك يا أخي في الأمم المتحدة وأنا ما لي دخل منها. أنتم ترفضون هذا وتعتبرونه ضد الوحدة الترابية. هل بالإمكان أنكم كنوع من أنواع تقديم التنازلات شوية عشان تنتشر ثقافة المحبة والأخوة بينكم، أنك تقبل الجزائري خلاص، لا يسبك، لا يسب ملكك، لا يسب مقدساتك، لكنه في مسألة الصحراء متحفظ، أو قد يكون كما قال لك مخايف، ما يدرك أنه خايف، ما يدرك، فبالتالي أنتم تضعوهم تحت هذا المقصلة، يلا صحراء غربية ولا ما صحراء مغربية ولا لا، يقول لك أنا ما عندي، يقول خلاص عدو، سجل عدو. هل ما أدري أنتم ممكن تلينوا في هذا الهامش ولا خلاص كلمة قاصمة؟ لنا من قبل وأدينا الضريبة أننا 50 و60 سنة نقاتل من أجل صحرائنا الغربية، ولنا من قبل وخسرنا الأراضي في الصحراء الشرقية، ولنا من قبل وذهبت منا تندوف وكلها كانت مغربية، وبيعتها للسلاطين المغاربة ما زالت موثقة إلى يومنا هذا، بل هي رفضت الدخول في الاستفتاء الفرنسي لأن سكانها أعربوا بأنهم مغاربة. لنا زمنا طويلا، فما كانت النتيجة؟ لماذا مطلوب مني أنا أن ألين؟ لا يا أخي، لن نتزحزح قيد أنملة عن ما نعتقده في صحرائنا المغربية. أنا اعتراف الجزائري كله لا يهمني، لا يعترف بالصحراء المغربية، لكن يكون إنسان شريف يتبرأ من نظامه ويشهد بأن نظامه نظام خبيث معادي للمغرب، نظام وظيفي توظفه فرنسا والقوى الاستعمارية في المنطقة. وأنا أبشرك يا أسعد، يعني لا يمكن أنت أن تتفاهم مع الجزائري إلا أن يكفر بنظامه. طبعا هذا مطلب تعجيزي يا أخي. من قال لك أني لا أريد؟ شوف، ليس مطلب تعجيزي، أنا لا أساوم في هذه المسائل، هذه مسائل خطوط حمراء. أنا أقول لك بأن النظام المغربي دخل في صراع مع قوى عالمية، فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهذه قوى عالمية، ولم يتزحزح قيد أنملة رغم كل الضغوطات حتى أتت راكعة. لذلك الإنسان المغربي يعني ليس من الآن فصاعدا، منذ أن خرج الإعلام الجزائري بدمية يسب فيها جلالة الملك، ومنذ أن وصفنا الإعلام بمملكة الرذيلة، حكاية الدمية عفوا، حكاية الدمية هذه كانت في الإعلام الرسمي. نعم، في قناة رسمية جزائرية جاءوا دمية يستهزئون بجلالة الملك. نعم. لما يأتي الآن واحد كتكون بسطر يعني ضارب صاروخ ويقول لك هؤلاء أطفال، هؤلاء ليسوا عاقلون، طيب نظامك كله ليس عاقل. شنقريحة هذا الذي يعني لم يبقى بعد سيدنا سليمان إلا شنقريحة، هذا أكبر واحد في السن ربما في العالم، يصف المغرب بالعدو الكلاسيكي، وتقول لي أنت أهمل فرضية. المغاربة واضحون يا أخي أسد في هذه المسألة، نحن لن ننافق، لا أخوة مع الجزائري إلا بعد أن ينفض يده من هذا النظام، يتبرأ من هذا النظام المجرم، ويشهد بأن هذا النظام نظام وظيفي وضعته فرنسا وقوى الاستعمار من أجل تقزيم المملكة ومن أجل حلم الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. نحن تكلمنا كثيرا يا أسعد، لكن هذه النقطة سبحان الله لم يسبق لنا أن ركزنا فيها جيدا. الجزائر دولة مخنوقة مغلقة، صحراؤها الكبرى كلها محاطة بالدول والمعادن كل ما يمكن الاستفادة منه من ثروات الأرض يستحيل ذلك دون الوصول إلى الأطلسي، ولا طريق لهم إلا عن طريق الصحراء المغربية. لذلك هم يرفضون رفضا تاما الخروج من هذا الموضوع، والدليل أمامك. أنت الآن سنتين من النقاش، ربما قد تحسب عدد الصحراوي الذين مروا هنا 4 أو 5،
في حين أن الجزائريين الذين يدافعون عن طرح البوليزاريو بالآلاف، وهذا دليل ثم بأن المسألة ليست مسألة ثم مع البوليزاريو. ثم يقولون ليست قضيتنا، احنا ما لنا دخل، نحن نراقب. نعم يراقبون، يسلحون. هل رأيت في العالم، تخيل معي الآن أن بريطانيا يأتوها اللاجئون من باكستان فتسلحهم ليقصفوا فرنسا وتقول لك أنا دولة مراقبة. هؤلاء لاجئون، هل لاجئون يكونون مسلحون؟ طيب أسئلة كثيرة تطرح ولا يوجد أسألك، جزائري منصف. أنا نعم. سأطرح عليك سؤال الآن، سؤال بس يعني أريد منه إجابة واضحة. هذه آخر يعني الدقيقة الأخيرة لك. ما يعني ما فيش أمل أنك الجزائري تصل أنتم إلى أنصاف حلول هكذا، أنت تقدم تنازلات وهو يقدم تنازلات؟ يعني مثلا بدل أن تطالب الجزائري أن يكفر بنظامه، يعني تطالبه فقط ألا يقذفك ولا يسبك ولا يتعرض لمقدساتك. ما يكفي هذا أنك تحب الإنسان الجزائري؟ ومسألة الخوف هل تراعونها أنتم كمغاربة؟ يعني ألا تضع في حسبانك أن هذا الجزائري مثل هذول الاثنين اللي مو لما حلق قال هناك ناس خايفين. مسألة الخوف هذا هل تعتبرونها مبرر كافي، ولا خلاص تريدنا الجزائري يطلع يكفر بتبون والعسكر والكل علشان يرضى عليها المغاربة؟ طيب أنا أسألك هنا يا أسعد، لو دخلت عندك الآن بحساب آخر وأنا لم أتكلم من قبل في منصتك، وأخذت الدور وشهدت شهادة حق بأن نظامي ظالم إلى غير ذلك، وأنا أعيش خارج الجزائر، هل يحصل لي شيء؟ أنت خارج الجزائر لا، ولا يحصل لك أغلب ما يدخل معنا هنا خارج الجزائر، وإن كانوا يكذبون. لو تتبعت لما تجد أغلبهم في فرنسا. إذا ما الذي يثنيه؟ هم يدعون، شوف يا أسعد اترك هذه المسألة، هم يدعون أنهم نظام ديمقراطي، بعضهم لا يتورع في سب، حتى تبون هنا يقول لك أنا أسب، هذا لو ما يستقيم نطردهم مباشرة، يدعي بأنها مش الحرية واسعة جدا في الجزائر. طيب خذ اللقطة تقول أنا ضد توجه بلدي في علاقته مع المغرب، ما تسب يا أخي طلع لكم واحد اسمه المنير ما قبلته. ما قبلنا أن يضع المظلوم والظالم على نفس المسافة، الوقوف بين الظلم. شوف يا أسعد، أنا لو آتي الآن وأقول لك شوف يا أخي أسعد، الإمارات مخطئة واليمن والقيادة الشعب اليمني مخطئ أيضا، وآتي في الوسط وأمسك العصا من الوسط، فتقبلها؟ لن تقبلها، لأن الوقوف على نفس المسافة بين الظالم والمظلوم هو عين الظلم. لا توجد منطقة وسطى، الإنسان يكون عنده طيب. موقف. طيب. أنت كنت ربما في يوم من الأيام تستطيع أن تتجنب فتنة كبيرة في التيك توك لو أنك سكت ولم تنتصر لامرأة مظلومة، لكنك فضلت أن تنتصر لموقف الحق مهما كانت النتائج. هذا المطلوب من الإنسان الجزائري، هو يدعي الرجولة والنخوة والشجاعة والقدرة والثورة وإلى غير ذلك، وهو غير قادر على اتخاذ موقف صغير جدا. إذن الخلاصة أن المغاربة لا يطلبون أكثر من أن من الأخ الجزائري إذا يريد أن يكون أخ للأخي المغربي أن لا يكفر بنظامه، يعني على الأقل يقف ضد نظامه في الهجوم على المغرب من حيث دعمه للبوليزاري، ومن حيث وصف المملكة بمملكة الرذيلة، من حيث العبث بصورة الملك عن طريق دمية، أن يكون لكم موقف في هكذا. واعتقد هكذا هذه كلام نهائي، يعني اعتقد شريحة كبيرة من المغاربة يعني يتبنون نفس طرحك ولد العاصمة. اختم بي في نصف دقيقة. أقول لك شيء، أنا أتكلم وأعلم جيدا بأن هذا لن يقع، لأن أغلب هؤلاء الذين يمرون عندك هنا أقسم بالله لو تسمع سبهم في جلالة الملك في منصة أخرى استغربت. هؤلاء الذين يمرون عندك هنا لو تسمع كلامهم في منصات جزائرية تعلم أنهم كذابون منافقون. نحن على الأقل نقول هؤلاء أعداءنا في أي منصة، لكن هم يستعملون هذه الأساليب، ونقول لكم تأثروا فعلا بتقية الروافض، أي أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. نعم. وإلا فهذا هشام الذي تكلمنا عنه من قبل وطلبت الناس أن يضيفوه حتى أناظره. يا رجل يسوب فتح نعم يسوب في لايف آخر، وطلبوا أن نطلب من الإخوة أن يسحبوا الاشتراك معه. إله إلا وينه هو كان طالب القسط، أنا بطلع بعد شوية. كلهم من هذا الطينة، كل الجزائريين هذه طينتهم. تفضل. طيب ابقى معي نذهب إلى فلسطين، ثم قذافة الدم، ثم إلى النهاية، ثم أبو زيد. أنا عندي سوريا اليوم،
عندي ولد العاصمة مغربي، وأنا يمني، وأبو زيد سوري، وزكريا صبح فلسطيني، وهذا الأخ جزائري، وهذاك تونسي. أحمد سلطان والله ما دريت ايش انت، عفوا ما دريت ايش جنسيتك عشان اعطيك ريفي يا جنسية، اخوي اسعد، ريفي. لانه ما دريت احطك جزائري ولا مغربي. تمام. هذا جمهورية الريف، المنصة لا تعترف بهذه الجمهورية، سامحني، لذلك ساعتبرك انسان وخلاص. شكرا لك اخي ولد العاصمة. خذ يا زكريا، تفضل يا زكريا. السلام عليكم. تحياتي لك أخي أسعد الشرعي ولضيوفك الكرام المتواجدين في القسط، وأيضا الموجودين تحت في الكومنت. تحية وحب كبير لكم جميعا. الصراحة أنا كنت امبارح لازم أطلع معك، كان عندي مداخلة واعتراض على أخويا ولد العاصمة لما قال لك لماذا لا تطلع مغاربة كثير بتطلع جزائريين كثير. أخي هاي سياسة أسعد سياسة غويطة وسياسة قوية. يعني أسعد ماشي كم من رجل يعد بألف رجل، وكم من ألف رجل يمر بلا عدادة. فأنت لما بتطلع إنسان مغربي مثقف فهو يعني يعتم على ضوء ألف رجل غير مثقف. ما بدي أقول جزائري وأحصرها على الجزائر، ولكن أنتم شعب مثقف. فلما بيطلع واحد باعتقادي يكفي عن يكون يجابه ألف أمامه من الجهلة في الحوار. فلا تزعل يا أخي ولد العاصمة. أما بموضوع التهجم على ليبيا وشتمهم، يعني إنه بيعتقدوا إنها شتيمة إنه أنتوا بدوا ورعاة إبل. لا، هي لازم تفتخر يا أخي شاهين وكل الليبيين أنكم رعاة إبل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان راعي إبل وراعي غنم، وهو من وحد الأمة، وهو من وصل رسالة الله، واللي جعلنا على هذا الدين الحق وأكرم في أخلاقنا. يعني لا تزعل لما يقولوا لك رعاة الإبل، فافتخر، فأنت من تعتبر يعني من نسل النبي، إذا ما بدي أجيب بالتوضيح أكثر. أخويا أسعد، أنت تكلمت عن مسألة السب والمبررات في مسألة السب. يعني شفنا أخونا الجزائري اللي طلع والسوري برروا إن اللي بيسبوا طفوليين أطفال، أو يعني الأطفال في لهم مكان محدد، يعني هي الحضانة أو المدرسة يتعلموا، مش في البثوث تطلع. لهيك أنا دائما بوجه رسالة مش للجزائري، لكل إنسان عربي. لما بدك تعتلي المنصة لازم إنك تكون إنسان مثقف وفهمان، لأنه أنت رسالتك اللي بتطلع تحكيها أو الكلام اللي بتحكيه، أنا نعم بعرف إنه بيمثل شخصك، ولكن أنت بتضل، وبرجع بكررها دائما، أنت بتكون سفير بلدك. أنت ممكن توجهني إني أحب بلدك وأحبك، وممكن إنك أنت تبعد عني المحبة عنك وتعطيني صورة سيئة عنك. أخي زكريا، عفوا طبعا أنت أحد المتضررين من السب، أنت أحد أكيد. المتضررين. أنا بعد ما نزلت من عندك على فكرة هذيك اليوم كمان وصلني سب. اوكي. انا يعني احنا يعني قاعدين زي ما بيحكوها عندنا بالمثل، خض المية وهي مي، يعني إذا خضيت المي مش راح تطلع لبن وعسل. لن تبقى مي. انا اخذت اليوم نماذج. انت فلسطيني، والاخ تونسي، وقبل ذلك كان ليبي، وانا يمني، كلنا سبينا من الجزائريين سبينا. هو نقاشي اليوم، هل هذه الآفة أصيلة في تكوين هذا الإنسان الجزائري؟ هل هي وراثية مسألة، أم أنه كان عندهم خلق وانهارت منظومة الأخلاق، أم أن ذلك ينعكس على أخلاق الحاكم؟ من أين جاءتهم هذا الآفة لدرجة أن الجزائري الوحيد في الكون يمكن الذي يسب الرب، والذي يعتبر السب رجولة وشجاعة، وكما تقولوا عندكم نشمي في الأرض، نشمي بطل. ناقش لي أصل المعضلة منين جاءت هذا الآفة؟ شوف يا أستاذ أسعد، في أحد الحروب على مسألة داعش طلع أحد المسؤولين قال المشكلة مش في داعش، المشكلة في البيئة التي تحتويهم. أما بالنسبة لداعش تستطيع أن تقضي عليها، ولكن إذا كانت البيئة تحتويهم فهذا مشكلة بتصير، لأنه البيئة كلها بتكون متخلطة في نفس الأسلوب ونفس التفكير. أنا للأسف يعني أنا عندي اعتراض عليك في كلمة إنه العلاج، آخر العلاج يأتي بالكي.
لا، هو تشخيص العلاج هو أهم شيء، تشخيص المرض أهم شيء بالعلاج. والأهم من تشخيص المرض إنها تكون الحالة قابلة إنها تتقبل إنها تتعالج وتتقبل المرض اللي هي فيه حتى تعالج نفسها. أنا باعتقادي إنه آخر العلاج ليس إنما هو البتر آخر العلاج. فأنا يؤسفني مبررات السب والشتم، إنها بتروح تحت اتجاهات إنسان جاهل، إنسان مش مثقف، إنسان ما بعرفش إيش، وبلاقي الأعداد كبيرة. يعني النسبة، إحنا دائما بنأخذ على النسب حتى نحكم على مسألة. بنقول بدنا نسوي تصويت، بتعطينا نسب، النسبة الأعلى هي بتحكم على التصويت. ماذا قلت آخر العلاج؟ البقر، البتر البتر. قصدك بتر العضو الفاسد. نعم بتر. فأنا إذا رأيت إنه في مسألة إنه النسبة عالية، فهيك أنت بتحكم على النسبة من الرقم العالي اللي فيها. فهيك أنا بوجه رسالة للإخوان الجزائريين. وليش بوجهها للجزائريين؟ لأني أنا أحد الناس اللي تضررت من هاي الإساءات والمسبات، كوني إني طلعت إني حكيت في مسألة نقد بسيط ومن حقي ويختص بقضيتي. ما انتقدتك في امورك الداخليه، ولا انتقدتك في مشاكلك وحتى مع البلدان. انتقدتك في مساله تخص بلدي كانت في الموضوع لقيت فيها السب والشتم. باعتقادي انا هي راح تكون خطوه جريئه، وخطوه تخلي الناس تقرب الانسان منك ومن بلدك، وتبحث أكثر في موضوع بلدك وتحب بلدك أكثر إذا وقفت في شجاعة ونبذت هذه الظاهرة ونبذت كل من يسيء. أنا كنت أتمنى في لقائي معك في المرات السابقة، كان في 3 جزائريين، الثلاثة سبوني على القسط. كنت أتمنى واحد يعني يقول فيهم لا تسب، لا تشتم. كان احترمته واحترمت بلده واحترمت كل أفكاره. ولكن لما بشوفهم الثلاثة نفسهم بسبوا والثلاثة مش مكترثين، كوني أنا قلت مسألة بسيطة: ليش الإنسان يعني الجزائري بكون حاطط شعار فلسطين أو علم فلسطين أو شخصية فلسطينية وبشتم بالعرب؟ أنا هذا انتقادي واضح. في غلط في انتقادي يا أخي أسعد؟ هل في تهجم؟ هل في تهجم؟ ما كان في تهجم. وشفت شو قبلت مسبات: مش فلسطيني، جاسوس، إسرائيلي، غير مسبات الأعراض اللي لقيتها بالهذا. وطلعت طيب، وجهت رسالة عندك بمسألة سب الأعراض. إذا أعطيتك دقيقتين إضافيتين من وجهة نظرك، وأنت فلسطيني ونحن تعلمنا على أيدي فلسطينيين وأساتذتنا كانوا معظمهم فلسطينيين. وأذكر أستاذ لي، الله لا أدري هل هو حي أم ميت، هو في دير البلح في غزة، الأستاذ خليل البحيصي. أرجو من آل البحيصي إذا تسمعوني الآن تبلغوني، هذا عاش عندنا في القرية عندنا، وأولاده تربوا معنا، تربينا مع أولاده، وأنتم أساتذتنا. وإذا في أحد من آل البحيصي من دير البلح في غزة يعرف هذه العائلة، أتمنى يتواصل معي ويطمئني على الأستاذ خليل. يعني وأنتم أساتذتنا الفلسطينيين، لو قلت لك ما هو الحل، يعني ما هو الحل في هذا المنصة؟ هذا المنصة لا بأس الحمد لله مؤثرة. هل ترى أنت هناك أفكار بحيث أنه هذا الجزائري يكون يطلع بدون ما يسب، ما نقولش أنه مثلا أجي أنا أربيه أو أعيد تكوينه أو كيف يفكر، لكن إذا كان هناك أفكار والله أني تهمني جدا أخي زكريا. شوف، بداية يعني في موضوع الأستاذ إذا كان عايش ولا ميت، أنا باعتقاد الأستاذ عايش، يعني زي ما بيحكوها اللي خلف ما مات. وفي ثقافتك وعلمك وأدبك أنا بعتقد أن الأستاذ حتى لو مات هو عايش، لأنه زرع فيك الثقافة والأدب والاحترام اللي إحنا بنشوفه. واحترامي طبعا لأهلك، يعني أهلك هم العامل الأساسي في أنك تكون إنسان محترم ومثقف. فلهيك ثق تماما الأستاذ ما مات. لا، أنا بشوف الأستاذ في وجهك وفي ثقافتك وفي احترامك. الله حتى لو يحفظك. كان الله يحفظك. مسألة إنه علاج هاي المسألة، أنا برجع وبكرر يا أخي أسعد: كل إنسان لا يفكر إنه اعتلاؤه للمنصة هو شيء يعني رائع أو شيء جميل. لا، إذا أنت لم تكن تحتكم على المعلومات ولم تكن مؤدب وخلوق،
فلا تصعد. أنا بنصح كل جزائري عشان تخففوا من مسألة مهاجمة الناس إلكم في مسألة السب. إذا أنت إنسان مش قادر إنك ترد على الشخص ومش كفو ترد على الإنسان اللي أمامك، لا تصعد، لأنك إذا وصلت لمرحلة إنك تسبه وتشتمه أنت هيك أعطيت النسبة الأعلى في إنه الإنسان يحكم عليك في هاي المسألة. فلهيك مش أي إنسان يطلع يعتلي المنصة يا إخوان. اللي بده يعتلي المنصة بده يكون إنسان فاهم وواعي ومؤدب وعنده أخلاق. أنا ما بدي أرد الإساءة شكراً. بالإساءة. أنا والله يا دائما أخي والله أنك أعطيتهم نصيحة ذهبية. يعني أنا يا أستاذي أنا بدي أعطيهم كمان نصيحة جيدة إن شاء الله إنهم يعني يأخذوها بعين الاعتبار. يعني إذا طلع إنسان شتم أمي وشتم عرضي، أنا ما بشتم أمك وعرضك، ما بدي أقول من الناحية اللي حكيتها المرة السابقة، لا بدي أعطيك من ناحية سابقة ثانية. ربما إذا شتمت أمك تكون على سجادة الصلاة، كيف أنا أمام ربي بدي أواجه ربي وهي على بين إيدي الله بتصلي وأنا أشتمها؟ ربما أمك إنسانة فاضلة، كيف أنا بدي أشتمها؟ فرجاء يا إخوان دائما وأبدا ممكن إنك تقول لي بدل كلمة كذاب قل لي كلامك غير منطقي، كلامك في مغالطة، أفضل من كلمة أنت كذاب. وذلك في الأعراض نفس الإشي. يعني ممكن تقول والله إذا شفت معلومة أجحدت في الجزائر وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا كلام غير صحيح. أفضل ما أن تقول أمي وعرضك وأختك وشرفك ومن هاي الكلمات. حسبي الله ونعم الوكيل يا إخواني الجزائريين هي كلمة عظيمة عند الله، وأنا تحسبت في كل إنسان شتم عرضي. وأنا متأكد كما قال الله تعالى لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا رد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني حقي ما راح يضيع. فلهيك يا إخوان ابعدوا عن سب الأعراض والشتم. وإذا حبيت تعتلي المنصة أرجو أنك تكون إنسان مؤدب وذو خلق وذو معلومات تقدر تجابه الإنسان اللي أمامك وتتغلب عليه. يعني إحنا بنتفرج على المسلسلات للأسف نتفرج عليها عبارة ماشية بنسلي حالنا، لا خذ العبرة من المسلسلات. أبو عصام في باب الحارة لما تهجموا عليه وشتموه ما شتموا مرض، أولاده استاءوا قالوا له ليش ما أسأت؟ قال إذا أنا أسأت راح الناس ما تفرق بينه وبين اللي أساء، فأنا سكوت الناس فرقت إنه هو المسيء وأنا المحترم. وشكرا لكم جميعا، وأرجو أن لا أكون ظلمت أحد في كلامي، وأرجو أن يكون كلامي يعني يؤخذ بعين الاعتبار ومن باب النصيحة الأخوية. أركز الأخوية أخي أسعد. شكرا لك وعلى هاي المنصة الجميلة. أنا لازم أنزل، وكل الشكر لضيوفك وكل الشكر لكل التعليقات اللي مكتوب، كل الشكر لكل التعليقات اللي بعد العرض وقالوا عرضك هو عرضنا وشرفك هو شرفنا. وأنا أكرر عرض أي إنسان مسلم هو عرضي وشرفي. وبكرر كمان مرة ما أسأت، لأن ربما إن تكون أمك إنسانة فاضلة وعلى بين يدي الله بالصلاة، فأنا ما بقدر أجابه ربنا. إذا بجابهك ولكن أجابه الله ليس لي استطاع، حاشا لا أن أجابه الله. وشكرا لك أخي أسعد. والله يا أخي شوف، أنا عندما تمر علي مداخلات استثنائية مثل هذه عادة ما أختم اللايف. رواد المنصة يعرفون هذا الكلام. عادة عندما تمر منصة بهذا الرقي، مداخلة بهذا الرقي وبهذا الجمال وبهذا الروعة، عادة أقفل اللايف. لكن احتراما لأصحاب الدور الذي منتظرين، وإلا والله أنك قلت درس لو ما عندي تعليق حقيقة.